السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة شيوات سمية أم سندس ديلي الساقية الحمراء. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله وكيف ما وعدتكم في الفيديو السابق فأنا غادي نشارك معكم حلوة ريشبوند محبوبة الجماهير الغنية عن التعريف، حليوة اللي كتكون حاضرة وبقوة في جميع الأعياد والمناسبات المغربية، لأنها بالرغم من البساطة ديال المكونات ديالها إلا أنها كتجي حليوة لذيذة بزاف، معلكة رطيطبة هشيشة وكتذوب في الفم. أكيد إلا جربتوها إن شاء الله غادي تعجبكم وتعتمدوها. بقاو معايا باش تشوفوا التفاصيل ديال التحضير ديالها من الأول فيديو حتى الأخير. وكالعادة نبداو بالصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسم الله على بركة الله. نبداو بالمقادير اللي غادي نحتاجو فيها. 3 ديال البيضات، من الأحسن يكون الحجم ديالهم كبير. غادي نضيف رشة ديال الملح، قشور ديال الحامض، عندي هنا قشور ديال 2 حامضات، كيس من الفانيلا، 125 غرام يعني نص رابعة ديال الزبدة، من الأحسن تكون زبدة نوعية جيدة. عندي كأس ونصف ديال السكر، يعني السكر حبيبات، وكأس ونصف ديال الزيت. العبار دائما بكأس العنبة. نتوما يستحسن من الاول تخدموا السنيده هي الاولى ولا السكر حبيبات مع قشور الحامض، كتحكوهم في الاول، كتوضعوهم هما الاولين في القصريه، كتحاولوا تحكوهم بالكف ديال الايد باش هذيك النكهه ديال الحامض كتطلق في السكر، وبالتالي كيجي المذاق ديال الريشبون زوين بزاف. من بعد ضيفوا الزبده وخدموها مزيان مع السكر حبيبات حتى تولي على شكل بوماد. عاد وليو ضيفوا الكأس ونص ديال الزيت ودمجوه حتى هو مع الخليط مزيان. عاد في الاخير ضيفوا البيض. نتوما خدموا بهذا الترتيب، انا نسيت وبديت بالبيض، ولكن معليش انا غادي نحاول نخدم هاد المكونات كاملين حتى ينسجموا مع بعضهم وحتى تذوب السنيده ولا السكر حبيبات تماما مع الخليط ديال البيض. صافي هنا غادي نضيف تقريبا راس ملعقه ديال نكهه البرتقال اللي هي غير اختياريه، ممكن تستغناو عليها من طبيعه الحال. كتجي في علبه بحال هذه، كتكون موجوده عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. كيف ما قلت لكم غير اختياريه، لما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، وحتى انا الصراحه اول مره غادي نديرها في ريشبوند. صافي من بعد كنبدا نضيف الدقيق، غادي نضيفه بالتدريج. المهم انا هنا عندي كيلو ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، ولكن ما غاديش نضيفه دفعه واحده، غادي ندير بالتدريج. هنا ضفت 2 اكياس ديال الخميره الكيماويه من فئه 8 غرام، ممكن ديروه غير من فئه 7 غرام اللي كانت موجوده عندكم خدموا بها. صافي غنبقى نضيف هكا الدقيق بالتدريج حتى نجمع العجين. ضروري خصو يكون رطب، لانه الا قصحتوا العجين من بعد غادي تجيكم ريشبوند قاصحه، ما غاديش تجي رطيبه وكتذوب في الفم، لذلك ضروري خص العجين يبقى رطيب. صافي خص يكون القوام ديالو تقريبا بحال هكا، وغنبدا نشكل فيه كويرات. بالنسبه لي انا غادي ندير كويرات لي متوسطه، لانني ما غاداش نلاصقهم من بعد. نتوما الا كنتو غادي ديروا الشكل العادي ولا الاصلي ديال الريشبوند اللي كيجيو فيه 2 حبيبات ملاصقين، ضروري خصكم تصغروا الحجم ديال الحليوه ملي تكونوا كتكوروها، لانها مازال غادا تنفخ في الفران. لذلك الا كنتو غتلاصقوهم ضروري ديروهم صغارين بزاف باش يلاه يجوكم هما هادوك. بالنسبه لي انا غادي نديرهم شويه متوسطين، لانني ما غاداش نلاصقهم من بعد، غادي نخليهم كل وحده هكاك بوحدها بحال الشكل ديال الغريبه. صافي انا هنا ستفتهم في نفس الطاوه اللي طيبت فيها الفقاس اللي شاركت معكم في الفيديو السابق، لان هاد الحليوات اللي شاركت معكم كنت درتهم في يوم واحد، غير انا ما بغيتش نديرهم لكم كلهم في فيديو واحد باش ما يجيكمش طويل بزاف، وباش كل حليوه نعطيوها الحق ديالها. وحتى الاخوات اللي بغات شي حلوه كتقلب عليها كتجيها سهله تلقاها في فيديو اللي هو مستقل. بالنسبه لطريقه الطهي فانا كنسخن الفرن من الفوق ومن التحت حتى كيسخن، وكنطفي الفوق وكندخل الطاوه، يعني كتبقى النار غير اسفل من الحلوه، غير كيبانوا لي الجوانب بداو كيذهبوا صافي كنطفي من التحت وكنشعل الفوق غير الذهب واحد شويه. ضروري هي خصها يبقى اللون ديالها ابيض ولا بيج، بمجرد ما كتحمر من التحت كتعرفوها بلي طابت، واخا كيبقى اللون ديالها بيج ما تخلوهاش حتى تحمر بزاف لانها كتقصح من بعد. وبالنسبه لهاد الحليوه ولا هاد الغريبه ديال الرشبون راه ماشي ضروري تجي مشقه بحال هكا، غير انا كيف ما قلت لكم حيت كان الفران سخون بزاف، لانني طيبت فيه الحلوه ديال الكاوكاو الشماليه اللي كنت شاركت معكم من قبل، وطيبت فيه كذلك حتى الفقاص اللي شاركت معكم في الفيديو السابق، فكان الفران سخون بزاف، لذلك فاش دخلتها تشقات واخا كنت طافيه النار من الفوق. نتوما مثلا الا كنتو بغيتو ديروا غير غريبه هكا عاديه وبغيتوها تجي مشقه من الفوق، فضروري تشعلوا النار حتى من الفوق، يعني تكون النار من الاعلى ومن الاسفل. اما الا كنتو من بعد غادي نديروها في السير وتفندوها في الكوك بحال الحلوه ديال الرشبون، فما كاين لاش تشعلوا النار من الاعلى، لاننا ما محتاجينش ان دوك التشققات يبانوا. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غادي ندوز باش نقاد السير اللي غادا ندير فيه الحلوه ديال الرشبون باش كتجي رطيبه وهشيشه.
فكناخذ قرعه ديال الكونفيتور ولا مربى ديال المشماش، هذا اللي تيكون خاص بالحلويات، يعني ماشي اللي تيكونوا فيه قطع ديال المشماش، ضروري تستعملوا هذا اللي تيكون مطحون مزيان. ومن الاحسن تاخذوا قرعه ديال الكونفيتور اللي تكون كبيره هكا، باش حتى الا ما قدكمش السيرو تزيدوا شويه من بعد. وتقدروا تخففوا هذا السيرو حتى بعصير البرتقال، حتى هو كيعطيها واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. تقدروا ديروا حتى الكاس ديال العنبه، ما كاين حتى مشكل، هكا كيجيكم القوام ديالو مناسب، وكيقدكم ديروا هذه الكميه اللي عندكم ديال الحلوى كلها. يعني انا هذه القرعه راه تبقى لي منها غير شويه، يعني نتوما الا خديتوا قرعه متوسطه ديال الكونفيتور وديرتوا معها نصف كاس ديال ماء الزهر مع كاس ديال عصير البرتقال، غتجيكم هي هذيك. وبالنسبه للاخوات اللي ما كتعجبهمش النكهه ديال الماء الزهر، يقدروا يستغنوا عليه تماما ويعوضوه بعصير البرتقال، يعني ديروا من كاس حتى الكاس ونصف ديال عصير البرتقال في هذاك السيرو ديال يعني مع الكونفيتور، وطبخوهم مزيان مزيان فوق البوطه. ضروري تخليهم حتى كيغلاو، يعاود عاد كتزولوه من فوق النار. وهذا سر من الاسرار اللي كيخلي الحلوه ديال الريشبون ديالكم ما تغملش لكم من بعد. يعني هذاك ماء الزهر ولا عصير البرتقال اللي غادي نضيفوه مع الكونفيتور، ضروري ما كتخلوهم فوق النار حتى كيغلاو مزيان، عاد كتزولوهم، يعني ماشي غير تسخنوهم وصافي. والسر باش كتجينا هاد الحلوه هشيشه بزاف ورطيطبه وكتذوب في الفم، هو اننا خصنا ننزلوها في هاد السيرو هو مازال سخون، هكا باش كتشرب هاد السيرو مزيان، وكل ما بقات الحلوه كتزيد ترطب اكثر. راه غادي يبان لكم البخار طالع من السيرو، لانني كنت يلاه زولته من فوق النار مباشره وبديت كنوضع فيه الحبات ديال الحلوه. ونقطه اخرى مهمه هي اننا فاش ننزلوا الحلوه في هذا السيرو ضروري نخلوها فيه واحد شويه حتى كتشرب، يعني ماشي غير مباشره نغطسوها ونجبدوها نديروها في الكوك، لا، كان خصنا نخلوها شويه تشرب هكا باش كنضمنوا انها تجي فتيه اكثر ورطيطبه. وهذا كذلك سر من الاسرار اللي كيخلي هذه الحلوه تبقى رطبه مده طويله وما كتقصحش لكم من بعد. يعني ما كنجي فين نكمل انا كميه نفندها كامله في الكوك حتى كتكون الكميه الثانيه خدات وقتها في السيرو تشربات مزيان. تقدروا من الاول ديروا هذه الحلوه اللي عندكم كلها في شي اناء اللي هو كبير، وتكبوا عليها هذا السيرو، تخلوها واحد 10 ولا 15 دقيقه حتى كتشرب، وكتفندوها كامله في مره واحده. غير هو في هذه الحاله خاص يكون عندكم الكميه ديال السيرو شويه بزايد باش يلاه تكفاكم انكم تغطيو الحبات ديال الحلوه كاملين. واحد الملاحظه اخرى مهمه بالنسبه للكوك، الا خفتوا انه يغمل لكم الحلوى، يعني مثلا الا كانت عندكم واحد الكميه ديال الكوك من قبل في الدار، يعني كنتو شارينها من قبل وخفتوا انها تضيع، ولا شكيتوا ان المذاق ديالو غيبدا يتبدل، فتقدروا تسخنوه في الفرن. يعني كديروا واحد الطاوه كتحطوا فيها ورق الطبخ وكديروا فيها ديك الكميه اللي عندكم ديال الكوك، وكتدخلوه غير تصهدوه واحد شويه في الفرن، ومن بعد كتفندوا فيه الحلوى ديالكم عادي، هكا كتفادوا ان الكوك يغمل لكم من بعد. وكنصيحه دائما الكوك احتفظوا به في المجمد حتى تبغيو تستعملوه عاد جبدوه، هكا باش كيبقى جديد بحال الا يلا شريتوه. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ بهذه الحلوى، فضروري ما توضعوها في علبه ولا بواطه اللي كتكون محكمه الاغلاق، يعني كتسد مزيان باش ما يدخلش ليها الهواء وتبقى رطبه مده طويله. الا كان الحال بارد تقدروا تحتفظوا بها ما بين اسبوع حتى ل10 ايام خارج الثلاجه، ما كيوقع ليها حتى حاجه. اما الا كان الحال سخون فضروري ما توضعوها في الثلاجه باش ما تغملش. وحتى الا كان الحال بارد وكنتو مثلا باغيين تحتفظوا بها مده اللي هي طويله، فضروري ديروها في الثلاجه. غير هو ضروري ملي تبغيو تستهلكوها تجبدوها شويه قبل من الثلاجه، هكا باش يلاه هكا تطلق وترجع ليها ديك الرطوبيه اللي كانت فيها في الاول، ما كتبقاش قاصحه. واحد النقطه مهمه، تقدروا ديروا هاد الحليوه ديال الريشبوند غير بالزيت فقط، يعني ماشي ضروري تستعملوا الزبده. انا درتها هاد المره غير حيت كانت عندي واحد الكميه ديال الزبده البلديه، فما بغيتهاش تضيع وقلت نستعملها. اما نتوما الا بغيتوا تكتفيو غير بالزيت فقط، فقولوها لي نخلي لكم مقادير ديال حلوه ريشبوند غير بالزيت فقط في صندوق الوصف، وما كيكونش بيناتهم شي فرق، حتى ديال الزيت كتجي رطبه وهشيشه وكتذوب في الفم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديال الريشبوند اللي شاركت معكم اليوم. فكنتمنى فعلا انها تنال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله، انا متاكده انها غادي تعجبكم وتعتمدوها في جميع الاعياد والمناسبات، لانها كتبقى حليوه اللي هي اقتصاديه، وكيف ما كتشوفوا كتخرج ما شاء الله كميه اللي هي كثيره. هنا غادي نحاول نقسم معكم وحيده باش تشوفوا القوام ديالها من الداخل كيفاش كيجي. هانتوما كتجي هشيشه معلكه ورطبه، غير كنضغط عليها بالاصابع ديالي كترتت كامله. كنتمنى فعلا انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر، انا متاكده انها ما غاداش تبقى تخطاكم في حتى مناسبه ان شاء الله. وكالعاده الا عجبكم الاقتراح ديال اليوم ما تنسونيش من الدعم والتشجيع ديالكم، لانهم هما اللي كيحفزوني انني نزيد نتقاسم معكم المزيد من الوصفات. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه، مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. في انتظار آرائكم والاقتراحات ديالكم.
إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.